في واحد من الفيديوهات اللي انا عملتها على القناة كان عن مشاكل البرمجة او مشاكل شغلانة المبرمج. كان في شوية حاجات سلبية والمشاكل اللي بنتعرض لها كل يوم وبنتعرض لها بصفة مستمرة كمبرمجين، وعرضت شوية حلول او طريقة ازاي تتعامل مع المشاكل دي في الفيديو ده. لو عايز تاخد فكرة عن ده روح اتفرج على الفيديو. بس انا هنا بتكلم على الجانب الاخر من شغلانة البرمجة، وانا المفروض كنت بدأت الحقيقة بده قبل ما اتكلم على الفيديو الثاني او قبل ما اتكلم على المشاكل، بس ده اللي حصل. الجانب الاخر هو متعة شغلانة البرمجة، او هل هي شغلانة ممتعة فعلا ولا كلها سلبيات؟ في الحقيقة شغلانة البرمجة شغلانة ممتعة جدا، ليها شوية مميزات يمكن في شغلانات كتير قوي ما بتديكش المميزات دي، مفيش غير البرمجة هي اللي هتديها لك والحاجات اللي شبهها. طيب انا بالنسبة لي في شوية مميزات للغة البرمجة هتكلم عليها، او ممكن يكون ناس تانية عندها وجهات نظر تانية في الموضوع ده. اول ميزة هي انك انت بتصنع شيء من لا شيء، بمعنى انك انت تقدر تعمل حاجة بمجهودك ما كانتش موجودة. الكود بيعمل حاجة الناس تقدر تستخدمها او انت تقدر تشوفها بعينك، وده مجهودك. يعني ايه؟ يعني انت بتحول الصفحة البيضاء دي للاي دي اي الفيجوال ستوديو او اي اي دي بتستخدمه، وبتكتب فيه شوية حاجات وده بيطلع منتج مفيد. ودي حاجة جميلة جدا. يعني انا لما بعمل اي ابلكيشن او بعمل اي تعديل في اي حاجة وباجي اشوفها وهي شغالة وبشوف الناس بتستخدمها، ده شعور بالنسبة لي انا ممتع جدا. ان انا بضيف قيمة لحياة الناس، دي حاجة بالنسبة لي هي من امتع الحاجات في شغلانة المبرمج، بالذات لما بتكون شغال في سيستم او في شركة بتعمل انظمة مفيدة للناس والناس بتستخدمها بشكل يومي. دي حاجة ملهاش مثيل. تصليح المشاكل من ضمن الحاجات الممتعة. احنا ممكن كمان نذكرها في الحاجات اللي تضايق الناس، اللي هي لو انت عملت سيستم وكل شوية يطلع لك بجز ومشاكل لازم تصلحها، بتبص لها بناحية سلبية؟ لا، بص لها بناحية ايجابية. تصليح الحاجة ديت هي بتاخد شوية مجهود وبتتعب شوية، بس لما الحاجة بتتصلح ده شعور انا بجده يعني الحقيقة شعور ممتاز. يعني شعور جميل قوي انك انت بتصلح حاجة وبعدين تلاقي مشكلة حد اتحلت، او اليوزر اللي كانش عارف يستخدم السيستم بقى عارف يستخدمه، وهكذا. حاجة كمان للتشالنجز او التحديات اللي بتقابلك كل يوم بصفة يومية او بصفة دورية، بيبقى في تحديات جديدة، فيتشر جديدة عايزين نعملها. طب نعملها ازاي؟ اللي بيعمل ريسيرش ازاي نعمل دي، او اتعملت ازاي قبل كده، او ايه الجديد اللي نقدر نعمله. التحديات ديت لما بتكون موجودة بتحس دايما ببروجرس، وبتحس ان انت بتطور من نفسك وبتعمل حاجة مختلفة بشكل مستمر. طبعا ده مش موجود كل يوم، بس ده جزء من الشغلانة وجزء كويس. بجانب التحدي بنتعلم حاجة جديدة كل يوم. البرمجة فيها مجالات كتير جدا جدا، ومع الوقت دلوقتي المبرمج بقى يعمل حاجات كتير، ما بقاش ياخد تاسك معينة ويكتب كود وخلاص. لا، المبرمج بقى مسؤول عن كذا حاجة، تفاصيل كتير مع بعض بيطلع منتج. المعرفة دي او التطور في المعرفة اللي انت بتعمله او بتتعلمه كل يوم، ده في حد ذاته ممتع. النهاردة أنا بعرف أستخدم لغة برمجة، بكرة بعرف أستخدم تكنولوجي معينة، بكرة بتعلم كلاود، بعده بتعلم إزاي بعمل انفراستراكشر، بعده باخد سيرتيفيكت في الكلاود، وبعدين بطبق ده كله مع بعضه، بتطور من يوم للتاني. النهارده انا بيجنر او جراديويت، بعدين بقيت جونيور لما لقيت شغل، وبعدين بقيت سينيور انجينير، بقيت اركتكت، بقيت مسؤول عن تيم. مش كل الناس بتبقى مسؤولة عن تيم، في ناس بتبقى individual contributor، يعني بيبقى مسؤوليته اكبر بس مش لازم يكون مسؤول عن تيم، بيكون مسؤول عن سيستمز اكبر تكنيكال وايز، يعني زي الاركتكت وزي التك ليدز. والتطور دوت، الاحساس بالبروجرس ده في حياتك، ده في حد ذاته شيء ايجابي جدا. انا واحد من الناس بحب ان انا كل يوم بتعلم حاجه جديده، او بخطوح خطوه لقدام في سواء في التكنولوجي او في الكارير، وكل دوت اضافه لحياتك. وده من مميزات برضو البرمجه. ميزه كمان في الشغلانه دي، انك على قد ما بتدي مجهود وتتعلم كتير وتطبق كتير، على قد
ما في الغالب ده بيدي نتيجة في حياتك وفي شغلك. مش عارف بقى هي كل الشغلانات كده ولا لا، بس طبعا كل ما بتحط مجهود وتسعى في حاجة كل ما ده بيرجع لك بشكل ايجابي. البرمجة بتديك ده بشكل ملحوظ قوي، وبنشوفه حوالينا. كل ما بنلاقي ناس شاطرة وبتشتغل اكتر وبتتعلم اكتر، كل ما ان شاء الله بيتطوروا وبيعرفوا يوصلوا لمراحل ابعد في الكارير بتاعهم، وده بيدي انعكاس مادي. بتلاقي الحياة بقت احسن والظروف بقت احسن. ده اللي انا افتكرته دلوقتي من ايجابيات شغلانة البرمجة، وحبيت اشاركها معاكم بسبب ان انا اتكلمت قبل كده عن السلبيات وتأثيرها على صحة البني ادم، وازاي القعدة الصح والقعدة الغلط وهكذا. بس الشغلانة حلوة وممتعة ومليانة ايجابيات، وبتتيح لك فرص كتير الحقيقة. يعني في ناس بتلاقي فرص من البرمجة ان هم يشتغلوا في شركات كبيرة، في ناس بتلاقي فرص ان هم يعملوا بيزنس. انا شخصيا عرفت اسافر بره مصر عن طريق الشغل في البرمجة، وعن طريق ان انا لقيت شغل في بلد تانية. ده اداني فرصة ان انا اسافر انا وعيلتي بره، ودي يمكن فرصة ما كنتش هلاقيها لو ما كنتش شغال سوفت وير انجينير. بس يا سيدي، اتمنى تكون عجبك الفيديو، وبس كده. السلام عليكم.